السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض عصب بقري على طريقتي. لو بتقرفي من الكوارع او مش بتحبيها او بتتقرفي من شكلها فده عكس الكوارع تماما، بس فيه الفوائد. الكوارع نفس الطعم ونفس الحاجات اللي فيها فايدة بجد اللي محدش يعرف عنها حاجة الا الجزارين. وهنعمل رز بالشعرية وهنعمل سلطة بلدي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا العصب، ابتدي ان انا اغسله كويس تحت الميه، وبعد كده اكون مجهزه حله فيها ميه بالشكل ده، وابتدي ان انا اديها غلو على النار. بنتعامل معاها زي الكوارع بالظبط، بنديها غلو على النار وبعد كده بنبتدي ان احنا نشطفها بالميه تاني ونجهز لها ميه جديده بالشكل ده. ابتدي ان انا اصفيها بعد ما خدت الغلوه بتاعتها بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد ما صفيناها بالشكل ده هنبتدي ان احنا نجيب ميه جديده، وبعد كده ننزل بالعصب في الحله بالشكل ده، وابتدي ان انا اعملها اسلقها زي الفراخ واللحم. بكون مجهزه معايا بصلايه ومجهزه معايا ورق لوري ونص معلقه فلفل اسمر ونص معلقه كزبره ناشفه، وابتدي ان انا اسلقها تاني اتعامل معاها كأنها لحمه بالظبط. هي بصراحه من الحاجات الجميله جدا وكلها فوائد، وهسيبها ان هي تتسلق معانا. ده شكلها بعد ما اتسلقت، شايفين شكلها جميل ازاي. واكون مجهزه معايا بطاطس، انا عاملها بالبطاطس في الفرن. اكون مجهزه بطاطس مقطعاها مكعبات صغيره، واكون مجهزه معايا عصير طماطم، واكون مجهزه معايا فلفل مقطعاه مكعبات صغيره، واكون مجهزه معايا بصلايه متوسطه الحجم مقطعاها مكعبات صغيره. وبعد كده اكون مجهزه حله على النار بالشكل ده، وابتدي انزل عليها بمعلقتين كبار سمنه بالشكل ده، وابتدي انزل عليها بالبصله واحمر البصله كويس مع السمنه بالشكل ده. بجد العصب البقري ده من الاكلات الجميله جدا ومفيده جدا، بجد جربوها هتدعولي بجد. بعد كده اول ما البصله تبتدي ان هي تدبل معانا اكون مجهزه معايا معلقه توم مفروم ناعم، وابتدي ان انا احمرها كويس مع البصله بالشكل ده. اول ما التومه تتحمر مع البصله واشم ريحه التومه كده ابتدي ان انا انزل عليها بلتر عصير طماطم بالشكل ده، واسيب الصلصه ان هي تتسبك شويه، وابتدي انزل عليهم بالتوابل. معايا نص مكعب مرق دجاج، نص معلقه كمون، نص معلقه بهارات لحمه، نص معلقه فلفل اسود، واسيب الصلصه تتسبك. نص معلقه ملح. اول ما الصلصه اتسبكت معانا ابتدي ان انا انزل العصب ياخد غلوه مع الصلصه بالشكل ده. بعد كده ابتدي انزل عليهم بالبطاطس تاخد غلوه كويسه معاها، وانزل عليها بالفلفل اللي احنا مقطعينه مكعبات صغيره، واسيبها تاخد غلوه واحده بس، وابتدي انزل عليهم بنص كوبايه ميه واسيبها تاخد غلوه واحده. وبعد كده ابتدي ان انا احطها في الطاجن عندي. وكده خلاص البطاطس والعصب خدوا غلوه مع بعض. ابتدي ان انا اصبها عندي في البايركس او الطاجن عندي، وابتدي ان انا ادخلها الفرن بالشكل ده. حاجه بجد بمنتهى الجمال. وده شكل العصب بالبطاطس بعد ما طلع من الفرن، شايفين جميله ازاي. وعملنا جنب منها رز بالشعريه، وعملنا جنب منها سلطه بلدي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.